معانا الكابتن حماده المصري عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، نعرف بقى دي وجهه نظر شخصيه عامه، نعرف الاتحاد عايز ايه. مساء الخير يا كابتن حماده. سيف وشايفك منور ومش عارف انا السينما المصريه فين يعني وانت كده بصراحه يعني. والله انا بقول لهم كتير بس ما حدش اخد باله، مش عارف ليه. اخبارك يا كابتن؟ كله تمام؟ يا حبيبي الحمد لله كله تمام الحمد لله. كابتن حماده، الحقيقه تصريحات امبارح للكابتن عصام عبد الفتاح عملت صدى كبير جدا في يعني في الوسط الكروي او الوسط الرياضي. قال امبارح ان انا يعني شايف ان الدوري ما ينفعش يرجع في المرحله دي، وان هيبقى صعب وان هيبقى قرار صعب، مع العلم ان اتحاد الكوره مقرر وبيزق في الحته دي. سالته امبارح قلت له هل ده يعني ده راي معظم الاعضاء؟ ما كانش عارف الحقيقه. فالناس امبارح كانت محتاره، هل اتحاد الكوره بيسعى في رجوع الدوري مع الوزير الرياضه مع وزير الداخليه، ولا اتحاد الكوره ليه وجهه نظر ثانيه؟ لا انا اللي فهمته من الحديث ان الكابتن عصام بعد كده تم ساله هل انت كنت تقصد الكلام ده؟ قال لا انا ما كنتش اقصد كده، بالعكس ده هو كان مع الحكام قبلها بيوم وبيحسهم على الدوري ومش الدوري ولازم الدوري يرجع، وعنده برضه لقاء تاني تقريبا بكره مع الاستاذ مازن مرزوق. فانا شايف الكابتن عصام على المعلومات اللي جات لي كان في المشروع الهدف، وكان بيحس الحكام اللي بيبذلوا اقصى جهد لبدايه الدوري كده. فانا اعتقد الكابتن عصام لما حد ساله قال لك لا انا بقصد المواطن العادي، لكن انا رايي الشخصي مش عارف هو تراجع فيه يعني. انا ده معلوماتي فعلا. ده بعد ما سابنا امبارح. ده بالظبط كده، ده وجهه نظري يعني، ده اللي سمعته يعني، خدت بالك؟ تمام. طب ده بالنسبه للكابتن عصام، بالنسبه لحضرتك رايك ايه؟ بص يا كابتن سيف، احنا شغالين في الاتحاد عشان خاطر يبقى نبص للانديه الراحه والامن والامان والشعب المصري يبقى مرتاح ويبقى عامل ايجابي بالنسبه للشعب المصري، ومش عاوزين ندخل على الامن ولا ندخل على حد. احنا يهمنا في المقام الاول ان الرياضه تعود بشكل قوي جدا، وكره القدم هي المتنفس الاساسي للشعب المصري. فانا وجهه نظري ان عوده الرياضه هتبقى عامل ان شاء الله باذن الله تبقى عامل ايجابي في الشارع المصري، وعوده الروح تاني بشكل اساسي، وعوده الحركه بشكل جميل. وما تنساش ان الانديه المصريه بتعاني معاناه كبيره جدا، واللعيبه بتعاني، واحنا بنشتغل في منظومه استثماريه كبيره جدا، علينا نبذل اقصى جهد ان نستثمرها بشكل قوي. وعاوزين نفصل بين حاجتين اثنين. عاوزين نفصل ما بين احداث مباراه المصري والاهلي وبين احداث في بورسعيد. الحدثين مختلفين تماما. ما حدث في بورسعيد في المباراه دي مباراه كره قدم، انما ما حدث في المحكمه دي خارج مباراه كره قدم. فعشان نفرق بس بين الحدثين، ان انا شايف كل المصانع شغاله والدورات السينما شغاله والمول شغال وكل شيء في البلد شغال، حتى اللعبات الاخرى شغاله، فلماذا كره القدم؟ فانا وجهه نظري انا مع القرار عوده الدوري ان شاء الله باذن الله، وبس الطمانينه للشعب المصري وعوده الحياه للشعب المصري. كابتن حماده، يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا.